انا اسمي محمد، سواق نقل تقيل. بقف على النفق باليومين وبالثلاث ايام. بنزل من الجبل اقف على المعديه واقعد لي 3 ايام تاني على المعديه محمل. ممكن نقعد في ال4 ايام دول ما ننامش. الوقفه دي على المعديه وعلى النفق وانا طالع فاضي، وعلى المعديه وانا نازل محمل. خساره عليا وخساره على صاحب العربيه وعلى المحضر. فكانت للإرادة السياسية رؤية ثاقبة وإصرار دؤوب على تذليل العقبات ودفع عجلة التنمية من جديد على أرض سيناء. وأنا بكلمكم ده عشان بس أربط سيناء بمصر. مش هي غالية علينا وأرضنا اللي بنحبها؟ لابد إن احنا نعمل ده عشانها. الانفاق لو اتعملت هتوفر معانا في كل حاجه، واحنا بدل ما بنقعد 5 ايام في النقله هنقعد يومين. غير كده وكده هتلاقي سينا بعد كده بقت عمار، بقى الرجل دخلت فيها. وفي نفس الوقت الاسمار هيبقى هناك في سينا حلو، هيبقى في رجل هناك حلوه. النفق بدأنا فيه كانت المنطقة هنا طبعا صحراء، مفيش أي حاجة. أنشأنا هنا مصنع. طبعا الجيش برضو استورد لنا أو اتعاقد مع الشركة الألماني إن هو يجيب القطع بتاعة المولز أو القطع اللي هي الحديد اللي بتصب فيها القطع بتاعة السيجمنت. وانشأنا المصنع هنا وبدأنا التجميع والتركيب للقطع الخرسانية. احنا طبعا بنبدأ هنا بنقطع الشبك الحديد وبنجهزه، وبعد كده بنبدأ نحطه في المولز دي وبندهنها طبعا بمواد معينة وبمعالجات معينة عشان توصل لعدم نفاذية تقريبا كاملة عشان ما يحصلش أي تسريب للمية. بدأ تجميع المكنة الفعلي في الشفط تحت في شهر 4، وانتهى تجميع المكنة قبل شهرين، يعني خدت أقل من شهرين في التجميع، ودلوقتي احنا يعني في انتظار انها تشتغل في خلال أيام. المفروض هنا في اسماعيلية في مكانتين، جمعنا المكنة الأولى وشغالين في تجميع المكنة الثانية. في بورسعيد في نفس المكانتين، هم دلوقتي بيجمعوا في الأولى والمفروض يجمعوا بعدها في الثانية. ابحث عن ذاتك يا مصري وشوف عمرها جاي. لأن ده الموضوع عشان ما ينفعش أبدأ مكانتين في نفس التوقيت عشان التربة. المكنة اللي هتخلص في نفس هنا في النفقين دول الأول هتطلع على النفق السكة الحديد اللي هو يبعد عن هنا كيلو أو كيلو ونص. طول النفق ده 10 كيلو، هنا النفق هنا من 4.5 ل5 كيلو، لكن السكه الحديد هيبقى 10 كيلو عشان الانحدار بتاع السكه الحديد المفروض يكون اقل من انحدار النفق السيارات. وكل اللي اشتغل في تجميع الاجزاء دي من عماله او مهندسين او فنيين مصريين. وبده هيبقى سهلنا الحركة المرورية للوصول للسينا بدون أي مشاكل وبدون المعديات وبدون الإرهاق اللي الناس كانت بتعانيه، بتقعد 7 ساعات و6 ساعات على المعديتين، دلوقتي ما بقتش معدية واحدة، لأن الموضوع بقى صعب جدا. بعد ما بقت في قناة السويس الجديدة بقى الناس بدل ما بتنتظر معدية بقت بتنتظر معديتين، وده إن شاء الله هيبقى تسهيل لينا عشان نغزو سينا. هو ده فعلا التحرير الحقيقي لسينا، إن احنا نمتلكها كشعب ونعمرها كشعوب.
نصنع النصر.